تحت شعار الليلة يا المكسب يا الموت، إنبي يستضيف الزمالك في الجولة العشرين والأخيرة من الدور الأول قبل التوجه للدورة السباعية لتحديد بطل الدوري. الزمالك في الصدارة ب 43 نقطة وإنبي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة. مباراة رخمة وفي غاية الصعوبة، واللي زاد صعوبتها إن إنبي مطالب إن هو يفوز عليك علشان يبعد عن دايرة الهبوط ويصعد في الأمان للدورة السباعية لتحديد بطل الدوري. بعد خسارة الأهلي امبارح من الجيش بنتيجة 1-2، الزمالك بقى مطالب إن هو يثبت أحقيته بالصدارة ويبتعد عن أقرب ملاحقيه بيراميدز ب3 نقاط وعن الأهلي ب6 نقاط كاملة. مباراة من بدايتها لازم لعيبة الزمالك تاخدها على محمل الجد من أول دقيقة، وينزلوا ضاغطين علشان يسجلوا الأول، وبعد الأول يكملوا ضغط علشان يسجلوا التاني. مباراة من مباريات النفس الطويل اللي لو ما سجلتش فيها من بدايتها لازم ما تندفعش علشان ما تستقبلش هدف. إنبي مع سير مجريات اللقاء هيضطر إن هو في آخر على الأقل 20 أو 25 دقيقة يتخلى عن حذره ويبدأ يهاجمك. بتمنى ان كابتن معتمد جمال يبقى محضر اكتر من سيناريو في حاله اتقدمنا او في حاله النتيجه فضلت زي ما هي، او حتى لا قدر الله ان انبي هو اللي اتقدم عليك. المباراه دي ما فيهاش اي اعذار، لا تقول لي حكم ولا تقول لي حكم فار ولا تقول لي اي ظروف. ال3 نقاط دول لازم تاخدهم. لو الحكم ضدك هات جول وهات التاني وهات التالت علشان ما تديلوش اي مجال خالص ان هو يضرك. لازم روح وحماس، ولازم اللعيبه تبين ان هي عايزه تكسب من اول ثانيه في الماتش. الحكم بيستفزك وما بيحسبش ليك فاولات، ما تنفعلش علشان ما تاخدش انذار ونلعب ناقصين لاعب في النهايه. لازم لعيبه الزمالك تتعامل في اللقاء ده بمنتهى الذكاء ضد كل المنظومه اللي هتلعب ضدك. جمهور الزمالك كان بيطلب من لاعيبته في الماتشات السابقة ان هم يبذلوا 101% من مجهودهم. في الماتش ده تحديدا لازم تبذل 250% من مجهودك، لان ال3 نقاط دول مش رفاهية ولازم تكسبهم. بتمنى بقى مع الزمالك اعيش اللحظة دي ان الفريق اللي بينافسني يكون مدروخ ومستني القضية واديها له. لازم نستغل الفرصة وندخل الدورة السباعية متقدمين ب3 نقاط عن بيراميدز و6 عن الأهلي، خاصة إن هيبقى فيه توقف لمباريات أفريقيا ومن بعده توقف دولي للمنتخب. ولازم أوجه رسالة لجمهور الزمالك العظيم: نركز في دعم فرقتنا، لا نشتم حكام ولا نغلط في فران علشان وجودك في المدرج مكركب الدنيا زي ما أنت شايف. أصل تذكرتي بتديك التذاكر ببلاش، أصل مجلس إدارتك بيشتري التذاكر وبيحولها لدعوات. وجودك في الملعب راعبهم، أنت وجودك أساسي لفرقة الزمالك، ووجودك في أهمية أهم لاعب جوه الفرقة النهاردة. بالدم والروح الدوري مش هيروح، لازم من أول ثانية يتقالوا في المدرج بدل ما نغني أغنية مش حماسية قوي. الجمهور ما يستعجلش ويصدر ضغط على اللعيبة لو لا قدر الله الفوز اتأخر أو حتى لو إنبي تقدم في اللقاء. الماتش 90 دقيقة ولازم جمهور الزمالك يبقى في الموعد. أنا ما عنديش أي شك في كده، لكن بصراحة كلمتين كان لازم أقولهم. إن شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز وبال3 نقاط، وبكرة نبقى بنحتفل بيهم إن شاء الله. عاش الزمالك، عاش جمهور الزمالك.